النادي الأهلي تعليقا على اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد أحمد الخضري، وذلك بعد تصريحاته ننتظر عودة الخطيب. ولكن أكد مصدر من داخل النادي الأهلي على أن الإدارة حاليا لن تستطيع اتخاذ أي قرار قانوني ضد الصحفي أحمد الخضري بعد الكلام الخاطئ اللي اتهم فيه النادي الأهلي وشركة الكورة، الاتهام في الذمم المالية. طبعا الكلام اللي قاله ده محدش يقبله إطلاقا، ولكن الأهلي بيقول إنه لما الخضري قال كده كان الخطيب موجود مع الأهلي في جنوب أفريقيا، فبالتالي ما يقدرش دلوقتي محمود الخطيب إنه يسيب بقى الفرقة مباراة سان داونز ويدخل النادي الأهلي في مشاكل فرعية. حاليا الأهلي كده بالكامل من أول محمود الخطيب لحد أصغر عامل في الأهلي كل تركيزه منصب فقط على مباراة سان داونز، وبعد الانتهاء من لقاء سان داونز وعودة الخطيب إلى القاهرة قد يكون هناك بقى مناقشات مع أعضاء مجلس الإدارة حول هل يتخذ الأهلي إجراء قانوني ضد الخضري ولا خلاص كده يتم الاكتفاء بقرار المجلس الأعلى للإعلام.